السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا. بهذا الفيديو بدي أحكي عن شيء غير محضر له سابقا وليس في موضوع اختصاصي. راح أحكي عن شغلة صارت معي في موقع اسمه تيبابليك. تيبابليك مثل ما هو مكتوب تحت. باختصار شديد هذا الموقع أمريكي. بتسوي فيه متجر، بتحط صورة شخصية إلك وصورة على واجهة المتجر. شو بتسوي فيه هذا؟ طبعا بعد ما تسجل بحسابك الجوجل وتربط حساباتك على منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيس، تويتر أو الإكس حاليا، فيسبوك، تيك توك، انستغرام، بتنزل الروابط تبعهم على المتجر تبعك كملف تعريفي لك. يعني هذا الموقع التيبابليك بيسمح لك تصمم صورة عنده. بتجيب صورة بتحطها بالموقع وبتصممها على غلاف لجوال، لكوب شاي أو قهوة، قميص نص كم كامل، خزانة، ركاية أو مخدة كما يقال كغلاف عليها. يعني هو الموقع بيسوق لك إنتاجك، بسوي له إعلانات. يعني عنده مثل الجوجل إعلانات لإنتاجك أو التصميم تبعك. هو بحط السعر 12 15 20 $30، وفي له نسبة من المبيعات. كل ما تبيع أنت بتستفيد وهو بيستفيد. من نهارين نزلت منشور، طبعا ضمن تصميم صورة، راح نشوفها هلا فوق إن شاء الله، ضمن تصميم صورة عن براءة أطفال غزة. كتبت بالصورة أنه براءة أطفال غزة أو ارحموا أطفال غزة، ونزلت بالوصف ارحموا أطفال غزة، ساعدوا أطفال غزة، ارأفوا بأطفال غزة، سلبتم حرية أطفال غزة، تعليم أطفال غزة، من هالكلام يعني اللي لازم نحكيه. فعلا ما بنحسن نساوي شيء، بس من هالكلام اللي لازم نحكيه. بتفاجأ انه الموقع ما بعت لي انذار او اشعار مثل هلا اي موقع، اليوتيوب، الفيسبوك، تويتر، اذا نزلت شيء خارج سياسة وقانون البرنامج بيبعتوا لك رسالة وبزيلوا المحتوى، بس ما بسكروا حسابك. اما هذا التي بابليك تحديدا لانه امريكي والمنشور او التصميم كان عن اطفال غزة، وقف لي حسابي وحضر لي اياه بالكامل واغلق المتجر. لا احم ولا دستور ولا انذرني. السبب لاني نزلت تصميم عن اطفال غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل بهم وفيهم. مع العلم اني قرأت قوانين وشروط وسياسة الموقع بالكامل وما نزلت شيء خارج السياسي. وفي غيري منزل منشورات يعني لاحظت فيها بتدل على عنصرية نوعا ما، سياسية. طبعا هو حاضر هالشيء هذا، بس لأنه المنشور عن أطفال غزة راح حضرني أنا وحسابي. لو منزل منشور عن العنصرية، عن مدح الصهاينة القذرين لعنة الله عليهم، كان عافوا. أما عن أطفال غزة حضرني. فنصيحة يلي عم يشتغل على هالبرنامج اسمه تي بابليك، مثل ما شفنا عنوانه ببداية الفيديو، تي بابليك، يدير باله من هالسوالف هي، خاصة إذا كان حسابه قديم وكسبان منه مليح، بيحضر لك إياه بالكامل حتى مع الأرباح. إذا كنت ربحان شيء وبدك تسحبه بيمنعك.